نظرية الأنفت في العلاقات الإنسانية للفيلسوف الألماني شوبنهاور، آرثر شوبنهاور. وانت يا شوبنهاور هتعمل عقلك بعقل أنفت؟ والأنفت أصلا هيعمل لك إيه؟ ده انت فيلسوف كبير. بس هو ده اللي حصل. الراجل فعلا عمل عقله بعقل الأنافت وقعد يراقبهم. المفاجأة بقى إنه طلع بنظرية مهمة جدا، نظرية معضلة القنفذ. تعالوا نعرف إيه اللي حصل مع شوبنهاور والأنافد. شوبنهاور بعد ما راقب الأنافد لقى إن الأنافد لما بتحس بالبرد بتقرب من بعضها عشان تتدفى، بس كل ما يقربوا يشوكوا بعض فيتوجعوا ويبعدوا، وبعد شوية يحسوا بالبرد تاني فيرجعوا يقربوا، وهكذا نفس الدوامة. اكتشف شوبنهاور إن الإنسان زيه زي القنفذ، لما بيحس بالوحدة بيشعر بالبرد النفسي وبيحتاج يقرب من الناس عشان يحس بالدفء النفسي. بس المشكلة إن القرب الزايد ساعات بيجيب مشاكل وخناقات وإحراج وضغط نفسي، حوارات ملهاش لازمة. وبدل ما كنت عايز دفء نفسي تلاقي نفسك عايز مسكن نفسي. وما الحل أيتها البشرية؟ ده شوبنهاور بيسأل نفسه، لحد ما لقى إن القنفذ حلها ببساطة: مسافة الأمان. لقى إن القنفذ اختار مسافة معينة من السلامة، مسافة تضمن له الدفء الكافي وفي نفس الوقت أقل درجة ممكنة من الألم. وبسرعة جري الفيلسوف على مكتبه بعد ما انكفى على وشه مرتين، أصل كان متصربع قوي يكتب نظرية مسافة الأمان في العلاقات الإنسانية. وبسرعة كتب النظرية اللي بتقول إنك أيها الإنسان لازم تلاقي مسافة مناسبة بينك وبين اللي حواليك، مسافة أمان اللي تخليك مستمتع بالعلاقات من غير ما تتوجع، لا تبعد قوي فتعزل نفسك ولا تقرب قوي فتتعور. الخلاصة: أحسن العلاقات هي اللي قايمة على الاحترام المتبادل والمسافة الصح. حافظ على حدودك واحترم حدود غيرك، وساعتها بس هتعرف تعيش مرتاح مع الناس من غير ألم، زي المسافة اللي لازم تسيبها بينك وبين اللي بيكح جنبك في الميكروباص. خليك فاكر معضلة القنفذ عشان أكيد هتحتاجها في حياتك، وعشان ما تنساش قولها لأصدقائك، وبالمرة يعرفوا إنك فيلسوف ومثقف. وإلى وجبة ثقافية تانية من برنامج على الماشي في قناة الجامعة. وما تنساش قول المعلومة دي لأصحابك وتلمع شوية كده قدامهم. سلام.